في الباحة، وأخيرا جبل شدا الأعلى. توكلنا على الله. طبعا احنا مش محتاجين نوصف قد ايه الطريق صعب. السلام عليكم. سلام هلا. ننزل نتجول. احنا تقريبا واقفين فوق صخرة، يعني الأرض تحسها صخرة بجد، صخرة كبيرة. لا 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 لا. متحف طبيعي للصخور والله. وعادي جدا تكون ماشي في طبيعة صخرية جبلية وتلاقي المنظر ده. والله يستحق العناء. أنا من ساعة ما جيت الباحة وأنا برتب أجي المكان ده، فشكرا لمحمد أولا وللجميع والله على هذه الدعوة الرائعة. نروح هنا هذا لك المعدات. هلا عسل. هذا المناديل. المكان اليوم راح يكون نقلة فريدة إن شاء الله. لمتابعينك إن شاء الله يا عم رحيم. شيل. يلا 3 علي مالح. أنا كل ليلة أنا هتولع عيب النسوس. قانونها خطير. ولا يوم انسى. حاشي. في تجهيزات العشاء مع الشيف أبو سعيد. خميس العويفي. خميس الحاشي هذا يا رحيم يمكن عمره 3 أشهر 4 أشهر. سحبناه من تحت أمه، مسحنا الحليب، ذبحناه، قاسي. جبناه هنا. قاسي. اطفيها. الشمس راحت والدنيا بتضلم. يلا نضويها. اللي هنا العين. عرفتها؟ بين عليك اليوم. بس خذ يا ابو هاي عشان ابانا ويرة وردة. اعطيني. طلعتونا. الله!